بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا بقى النهارده نعمل مع بعض شويه جمبري كده هوت، بجد يفتحوا النفس. تقدري بقى تعمليهم كده هوت على سفرتك كده في رمضان بقى. كل سنه وانتم طيبين. العزايم بقى هتيجي كده هوت، والاكلات الحلوه هتعمليه كده في 5 دقايق، مش هياخد معاكي اي وقت. والطعم كده هوت والريحه بجد الكل هتعجبه. اهم حاجه بقى كده الفيديو ده لو عجبكم ما تبخلوش عليها بلايك، ولو انت لسه اول مره تشوفي قناتي يا ريت تشتركي في القناه عشان يوصلك مني كل جديد. يلا بقى كده على طول نسمي الله ونصلي على رسول. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. انا معايا نوات الجمبري حوالي كده نص كيلو. اول حاجه هنعمل ايه؟ هنشيل كده دوت الحبل الرملي دوت، واوعى حد يكسل وما يشيلهوش، لان ساعات بقى بصوا بيطلع بجد بيبقى يعني شكله كده صعب جدا. طبعا اللي هيشوف الجمبري وهو مقفول كده في قلب الطاجن او في الصينيه هيفكر ان احنا عاملينه كده مقفول. لا، احنا بنشيل كده منه الحبل الرملي. بدخل كده خلة الأسنان أو أي عصاية كده شيش طاقة رفيعة. بدخلها كده من النص، ولو الحبل طلع مني مقطوع أو ما طلعش كله باجي من الحرف كده زي ما انتوا شايفين، وبكمل وبطلع بقيته. لازم تحاولي تطلعيه، لان بجد ده هيخلي ايه يبوخ معاكي الاكل كده ويقرش تحت السنان، وزي ما انتوا شايفين كده شكله مش لطيف خالص. هكمل بقى كده انا الباقي كده مع نفسي، بس انا باكد عليكم بصوا شكله عامل ازاي. ده لازم يطلع كده هوت وتتخلصي منه خالص. حتى لو مش هنقشر الجمبري لازم نطلع الحبل الرملي ده منه خالص. يعني انا بصوا كده لما بلاقي حتى بحس ان الحبل طلع مش كله، باجي من عند الحرف كده بطلعه. بصوا قد ايه كمية طلعت. همسك بقى كده اغسله وارش عليه كده شوية ملح ونص ليمونة، وهسيبه كده شوية عبال ما نحضر بقى ايه التتبيلة السهلة اللي احنا هنعملها. مخرطة كده بقى كمية حلوة من البصل، وكمية حلوة كده من الثوم، من الفلفل البارد والحامي، وفصين توم وطماطم متقطعة، ورق لوري وشوية كمون وشوية كزبرة وشوية ملح كده هوت. ولو انت حابة عندك بهارات تانية مثلا مشكلة بتحبي تحطيها تقدري تحطيها. هاخد بقى كل ده كده مع بعض وادعكه دعكة حلوة كده اهو. وبعد كده بقى هنبدأ ايه نضيفه بقى كده على الجمبري بعد ما نشطفه من المية اللي احنا كنا نعينه فيها، وهقلبه كده فيه. انا بحب اعمله كده خفيف، حابه تزوديه معلقتين صلصه تمام، مش حابه انا بعمله كده هوت. يعني بدل ما اسلقه على النار بحسه كده في الطاجن بيبقى طعمه احلى، وفي نفس الوقت كده بيديكي ريحه طعم الفرن، وفي نفس الوقت بيبقى فيه ايه صوص كده خفيف. حطيت كده شويه خضره كده هوت بسيط مش كتير. وبعد كده بقى افضيهم في صينيه او في طاجن، وهحط كده عليه برضو شوية كده من المية عشان يدينا ايه شوية كده من الشوربة. بنتي بقت تقولي كتري يا ماما عشان ايه انا بحب فيه الشوربة كتير. وحطيت كده اهوت برضو ليمونة بتديله طعم جميل جدا. خلاص بقى بصوا كده اهوت انا زودت كده في الميه عشان يبقى فيه شوربه. فدخلته بقى كده الفرن، حطيته من تحت على ارضيه الفرن. وبعد كده اهوت بقى طلعته بقى زي ما انتم شايفين بصوا شكله عامل ازاي. هرش كده بس على الوش كده شويه من الخضره. طبعا انت هتظبطي الملح بقى كده بتاعك وتدوقيه وتظبطي الدنيا قبل ما تدخليه الفرن. بجد بقى طعمه وريحته جميل جدا. يعني حاجه كده اهوت ما خدتش معانا وقت خالص، وسهله كده وسريعه. تقدري تعملي جنب منه شويه رز، تقدري تعملي جنب تشكيله سمك براحتك بقى، حسب بقى يعني لو انت مثلا عامله عزومه هتعمليه جنب اكل تاني. لو انت لوحدك كده والله ممكن هو كده جنب شويه رز وشويه سلطه. بجد وجبه حلوه جدا وطعمها حلو جدا وسهله ومش هتاخد معاكي اي وقت. جربيه بالطريقه دي وان شاء الله هيعجبك. يا ريت بقى الفيديو لو عجبكم ما تبخلوش عليا بلايك، ولو انت لسه اول مره تشوفي قناتي يا ريت تشتركي في القناه عشان يوصلك مني كل جديد. اشوفكم باذن الله فيديو جديد وصفه جديده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.